هو فعلا رابطة الأندية عايزة الأهلي يخسر الدوري؟ احنا نمنا ساعتين صحينا لقيناهم حاطين ماتش القمة يوم التلات القادم الساعة 9:30. امتى وازاي؟ قالولك مش احنا، ده ال AI. وربنا معنا تختي معنا. واضح ان شات جي بي تي كمان طلع تبع بيراميدز، بس مش دي المشكلة. يا دنيا، ايه وراكي غيري ولا ايه؟ المشكلة ان الأهلي عنده سلسلة ماتشات الفترة الجاية في غاية الأهمية، تعال أفكرك بيهم. بنبدأ بسم الله ماتش الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء القادم الساعة 9:30، واللي هيكون ماتش مهم جدا، مش لمجرد انه مباراة قمة بين أهلي وزمالك، ولكن عشان ممكن جدا يكون ده ماتش حسم الدوري بالنسبة للأهلي. عندك يوم 20 و24 الأهلي وطلائع الجيش في كأس الرابطة المصرية. ندخل على الكبير بقى. في رمضان يوم 1 و8 إبريل الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، الماتشين اللي هيكون ليهم عامل مهم جدا في مشوارنا لحسم ال13 بإذن الله. يعني ماتشين مفهومش هزار. فاكرني خلصت؟ لا خالص، نرجع بقى لمباراة حسم الدوري الأهلي وبيراميدز يوم 12 إبريل. يا الله، خير إن شاء الله. فاحنا بنتكلم في عدد مش قليل من المباريات ورا بعض، مش مسموح لك تماما انك تضيع ولا ماتش فيهم. فاحنا كفريق محتاجين نكون في كامل تركيزنا، واللعيبه تكون في كامل لياقتها البدنيه. مارسيل كولر مفيش اي مجال للاختراعات في التشكيل. احنا بنتكلم في ان اي نقطه هتضيع مننا في الدوري حرفيا هتكون بتضيع مننا اللقب. حتى احنا كجمهور علينا عامل كبير، وخاصه الجمهور اللي هيكون موجود في الاستاديوم ماتش الاهلي والزمالك. كلنا فاهمين المسلسل اللي رابطة الأندية بتعمله عايزة توصل منه لإيه، فياريت نخلي بالنا كويس إنه ما يحصلش أي ألفاظ أو تصرفات خارجة عشان ما يمنعوش الجمهور في ماتش الأهلي وبيراميدز. إن شاء الله نكون موفقين الفترة الجاية ونقدر نحسم كل البطولات. وللي ما يعرفنيش فأنا جنى وائل، بنت الأهلي وبس كده.